المغرب يا سادة قصة مجد ما توقف، أرض حضارة وأهل شهامة يوقف لهم التاريخ احترام. من طنجة للعيون كل شبر يحكي بطولات وكرم، واللي يحاول يشوه صورة هالبلد أقول له أنت تحارب جبل. المغرب ثابت واقف مدعوم بحب شعبه وبمكان. إخوتي هيا للأولى سعيا، نشهد الدنيا أننا هنا نحيا. رسالة من فلسطين إلى المغاربة: على إفريقيا أن تنحني إجلالا لمغرب الأحرار. تطوى صفحة أفريقيا، لكن مجد العز سيخلده التاريخ. لم يلقى الإحسان كمثله إحسان، لا عين رأت ولا أذن سمعت عن حقد دفين تجاه مملكة أبانت نجاحها اللامحدود في كل شيء، في التنظيم والاستقبال والحب ورحابة الصدر والاحتفال، في الفخر والاحترام والأصالة وحتى الانتماء. كلها تتجلى في مملكة عريقة، مملكة صاحبة أصل وفصل، كانت لتبقى ولتكون ولتنتصر في عزها ومجدها. لن تحتاج إلى أن تثبت للعالم بأنها الأفضل، بل على العالم أن يفتخر بها لأنها دوما هي الأفضل. كيف لا؟ كيف لا وهي تتغنى بالإنجازات والألقاب، وعراقة اسمها تكفي بألوان رايتها وعز مواطنيها، لتحيا صحراؤها وكل بلادها، وإلى ملك البلاد تنحني لك القامات فخرا بكل الأمجاد. والله في غصة في قلوبنا احنا كفلسطينية، وفي نفس الوقت فرحانين. عارفين ليش فرحانين؟ لأنه المغرب فازح في قلوبنا. لا عزال الحاقدين اللي في قلوبهم حقد أسود على الشعب المغرب وعلى أهل المغرب. المغاربة صحراء، المغاربة صحراء، المغاربة صحراء. إيش بشوف الصحراء اليوم ما زبطش معهم السحر، ما زبطش معهم السحر اليوم، ما خسروا. لا لما جابوا كأس العرب جابوه في عرق جبينهم وجابوه في تعبهم. وبالمغرب الشوق يقولوا لكم شو يقولوا بالزاف عليكم المغرب بالزاف عليكم. سير للمغرب شوف التطور، شوف جمال بلادهم، شوف الثقافة، شوف الحضارة. شعب متطور، شعب راقي، شعب مثقف، شعب عنده عزة نفس، عنده كرامة. بالزاف عليكم المغرب، اقسم بالله. هيو علم المغرب انا كفلسطيني نفتخر فيه. واللي صار اليوم التيشيرت الازرق والتيشيرت الابيض على ما اعتقد بكفي ولا ايش رايك يا مصعب؟ ونحن نحكي كلمة حق بخصوص المغرب وشعب المغرب واهل المغرب. انا كمصعب انا عشت في المغرب، كنت في المغرب واستقبلونا بكرم وحب وحنان وكل شيء. هنا عمل زيكم برضه استقبلونا وكرمونا ورحبوا فينا وكل شيء تمام. يعني شعب المغرب شعب كريم، شعب اصيل، شعب ما بتلاقي بالنهاية لا عزال الحاقدين، وكل يوم مع المغرب ظالمة أو مظلومة. وإن شاء الله رايحين للمغرب نشرب تاي بالنعناع في الصحراء المغربية، وإحنا كفلسطينية مع المغرب قلبا وقالبا. والمغاربة صحرونا في حبهم. تحياتنا، وديما مغرب يسعد دينهم. المغاربة أحلى عالم في العالم. هذا الكلام ليس دفاعا عن المغرب وليس حبا فيها، بل دفاعا عن الحقيقة. الحقيقة بتقول المغرب خسر مباراة وخسر لقب كان مستني من 50 سنة، بس الحقيقة بتقول إنه الفريق الثاني انسحب وراحوا المغاربة يراضوه مشان يرجع. كان أحسن لهم يضل منسحب ويتوجوا. والحمد لله إنه إبراهيم دياز ما جاب الهدف من ضربة جزاء بالدقيقة 99. ليش؟ لأنه حيقولوا فاز المغرب بالتحكيم وبالواسطة وما بعرف شو. المغرب ما بيحتاج أبدا إنه يثبت نفسه لأحد. هو رابع العالم، هو بطل العالم للشباب، هو بطل إفريقيا للمحليين، هو بطل العرب، هو ثالث الأولمبياد. ما تحتاجوا تثبتوا شيء لأحد. اليوم افرحوا بمنشآتكم الكبيرة المبهرة، ببناكم التحتية، افرحوا بجمهوركم. أمانة لا تقسوا على الرقراقي، لأنه لو توجتوا كان حيصير بطل بشغلة ضربة جزاء. لا تقسوا على إبراهيم دياز، لأنه إبراهيم دياز اختار منتخب المغرب وتوج هداف للبطولة. ما راح لعب لإسبانيا اللي عرضت عليه اللعب مثل ما عمل بعض اللاعبين ولعبوا لإسبانيا بدل المغرب. ارفع راسك، أنت مغربي ولا يهمك. دائما
ديما مغرب. يا جماعة الخير، رسالتي للمغاربة، أقسم لكم بالله العظيم هناك صفحات وهمية من قبل أعداء للمملكة المغربية بيحاولوا أنهم يزجوا المغرب في عنصرية، في كلام غير معقول لا ينم أبدا عن المغاربة، فكونوا حذرين. احنا بنعرف انه المملكة المغربية اصلها طيب، الاصل عمره ما بتغير مهما كانت الظروف، والمغرب ثابت جدا على مبادئه مهما كانت المحافل والمواقف، فالمبادئ ثابتة عمرها ما بتتجزأ. فتحية للمملكة المغربية اللي بنعرف دائما انه اهلها وشعبها ناس طيبين جدا جدا جدا، فربنا يحفظ المملكة المغربية من كل سوء، ودائما الأسود تبقى أسود. من فلسطين أحلى تحية. المغرب ما بيحتاج أبدا أنه يثبت نفسه لأحد، هو رابع العالم، هو بطل العالم للشباب، هو بطل إفريقيا للمحليين، هو بطل العرب، هو ثالث الأولمبياد. ما تحتاجوا تثبتوا شيء لأحد. اليوم افرحوا بمنشآتكم الكبيرة المبهرة، ببناكم التحتية، افرحوا بجمهوركم.